والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. معكم التلميذ الصديقي عبد الصمد من ثانوية عبد الله بن عيسى بالحناية تلمسان شعبة التقني الرياضي. الحمد لله الذي من علينا بالحصول على المعدل 19.20 ونيل المرتبة الأولى وطنيا. ثانيا نشكر كل من أسهم بالقليل أو بالكثير في إيصالنا لتحقيق هذا النجاح، من الوالدين إلى الأساتذة إلى باقي أفراد العائلة وغيرهم والزملاء. هذا أولا فضل من الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثانيا كان ذلك بفضل اجتهادنا ومثابرتنا المتواصلة واهتمامنا بدروسنا، والحمد لله من قبل ومن بعد. اتصل بي الوزير التربية، في الحقيقة كنت أظن أنه قد أخطأ في الاسم أو شيء من هذا القبيل، لكن عندما قال رحمة عون من متقن من ود العروس ولاية الواد، الحمد لله تيقنت أني تحصلت على المرتبة الثانية وطنيا، ففوجئت بإغماء والدتي وسعادة والدي الكريم، ثم أخبرني بأنه تحصلت على معدل 19.16 وأنه سأشرف بإذن الله بالتكريم الوزاري والرئاسي بقصر الشعب إن شاء الله. بالنسبة لطموح المستقبلي سيكون الطب حلم لا زال يجول في عقلي، بنيته منذ الصغر، الطب وخاصة الجراحة. أتقدم إلى جميع طلبة البكالوريا سواء الذين أدوها هذا العام، أريد أن أخبرهم أن عليكم بالجد والكد، ألف مبروك للناجحين، وعدم الاستسلام أبدا. إن كان لديك طموح فامشي نحوه ولا تكل ولا تمل أبدا. بالنسبة لغير الناجحين استمروا، توكلوا على الله، الثقة بالله، الدعاء، القرآن، الصلاة، رضاء الوالدين، ثم الثقة بالنفس، ثم الاتجاه في الدراسة، وبذل جميع المجهودات في سبيل سعادة الوالدين أولا وآخرا، ورؤية تلك الدموع، دموع الفرحة التي لا تقدر بثمن أبدا أبدا أبدا، والحمد لله كثيرا. كانت فرحة كبيرة، يعني فرحة لدرجة أني ما نقدرش نوصفها. فرحت أنا، فرحت كل العائلة يعني بهذه المرتبة، والحمد لله على أي حاجة. نشكر أي واحد وقف معايا، عائلتي، المدرسة تاعي، الأساتذة، أي شخص شجعني والآخر، الحمد لله.